من الايام كنت قاعده عادي وقررت اعيش حياتي من اول وجديد وانا طفله. بكل بساطه انا ومنيه من فتره كده بدانا نسمع مصطلح الانر تشايلد او طفلك الداخلي. فكرت اعمل كل حاجه امنيه صغيره بتحب تعملها واشوف هل علاج طفلك الداخلي بيخليك مرتاح نفسيا. لو كنت طفله دلوقتي كنت هلعب، ما كنتش ههتم بلبسي ولا شكلي مبهدله مش مبهدله، ما في ميه وصابون. هجيب كل حاجه نفسي فيها من المكتبه، الوان، سكتشات، العاب، من غير شرط. مش لازم انجح واجيب امتياز عشان اكافئ نفسي. هشتري حلويات وشوكولاتات وافكر نفسي نغسل سناني عشان يوم لما تكبري هتعاني من الموضوع ده. هسهر من غير ما حد يجي يقفل عليا الكرتون ولا حتى القناه اللي بحبها تقفل بعد الساعه 12. هغني بصوت عالي من غير ما احس اني كرنج. هنزل النجيله حافيه ومش هخاف ان الحشرات هتيجي تقرصني زي ما كانوا بيقنعونا زمان، قال يعني عشان ما نوسخش رجلينا. لما احس بشبع مش هكمل طبقي، والطبق مش هيجري ورايا يوم القيامه، والملائكه مش هتغضب عليا، واللقمه مش هتزول من وشي. ازاي تقولوا الكلام ده للاطفال؟ عادي هخلي الاكل وارجع له لما اجوع. والله انا دلوقتي حاسه اني اخف، ده انا شكلي كنت شايله ومعبيه. بكل بساطه احنا محتاجين نعمل يوم في الاسبوع نسميه اجازه الطفل، نسمع فيه لنفسنا اننا نكون اطفال. حاسه ان احنا ما عشناش طفولتنا. انت لسه طفل برضه، طفل كبير.